أهلا بيكم في قناة همس الحيوان. النهاردة هنتكلم عن إزاي الحيوان الأليف ممكن يكون رفيق للونس ودواء للوحدة. آه، إزاي الكلب يكون ونس ودواء للوحدة. الناس اللي ضحوا وربوا واشتغلوا طول حياتهم ولما كبروا لقوا نفسهم قاعدين لوحدهم. منهم اللي ولاده مشغولين، ومنهم اللي فقد شريك حياته، ومنهم اللي بيحس ان مفيش حد بيزوره او يسمعه. طبعا الوحدة مش حلوة، الوحدة مملة وقاتلة. بتبقى صعبة جدا طبعا، خصوصا بعد ما كان الإنسان بيتحرك وبيروح وبيجي وليه مثلا أولاد وأحفاد وبيزورهم ويزوروه كتير، فعلى حسب الحياة بقى ومشاكلها ومشاغلها، فكله طبعا بيبقى شغله، واللي مش قادر يقدر طبعا يجي أو مسافر بعيد أو ظروف الحياة. الحياة بتبقى دايما كده، ممكن الشخص يبقى ليه أولاد بس مثلا بعاد مسافرين، مش طبعا السفر مش سهل إن يروح ويجي على طول، فبيبقى طبعا الواحد قاعد لوحده، فده مش حلو جدا ليهم. ومنهم كمان اللي بيحس إن مفيش حد بيزوره، مثلا ممكن صحابه، برضو ما هنبقى نفس السن، برضو مثلا قلة الخروج، تعبان كده يعني. بس في ضوء بسيط كده خفيف جميل بيخلي مثلا شعاع من الأمل يبقى موجود عندهم، ويبث فيهم الحياة والأمل والروح مرة تانية كده، ويبقى عندهم تفاؤل. الحيوان الأليف، الحيوان بس مش بيملى البيت حركة، لكن ده كمان بيملى القلب دفء وونس. ولما يكون حد كبير في السن يصحى الصبح كده يلاقي مثلا قطة بتتمسح فيه، أو كلب بيهز ديله مستنيه أو يصحيه، لأن أنا عندي بيلا بتصحيني من النوم، بتنادي عليا بصوتها لغاية ما تصحيني. ده بقى بيخلي ليهم اسم ومعنى في الحياة، بيحسسهم بكيانهم، يكون لهم هدف، انهم عندهم حاجة مسؤولين هم عنها تاني، زي ما كانوا مسؤولين عن ولادهم وهم صغيرين، وعموا أكلوا، ينظفوا، يخرج معاه، يتكلم معاه، وبالتالي الحركة دي بتزيد المزاج وبتحسن المزاج عندهم. ولو كان في مثلا اكتئاب أو حاجة زي كده بتقل، لأن الدراسات قالت وأثبتت ده، إن الناس الكبار اللي بيربوا حيوانات بيحسوا بسعادة أكتر، زي بالظبط إن الحيوان زي الطفل، لما كبار السن بيشوفوا أحفادهم ويبقوا مبسوطين حواليهم كده فرحانين بيهم، فبيبقى نفس الحكاية، كأنه الحيوانات الأليفة زي الأطفال بالظبط، بيبقوا فرحانين بيهم، إن بتعوضهم، ده بيبقى عندهم مسؤولين عنهم، بيأكلوهم بيشربوهم بيتخرجوا معاهم، ممكن يقعد يكلموا كده، فبيحس بتحسن، بيحس إن هو مسؤول عن حد لسه، ويقدر يعمل ده، يقدر يساعد، يقدر يأكل، يقدر يشرب، فبيبقى ده عنده حاجة كويسة، بيحسن صحته، بيحس بالسعادة. كمان لما بيخرج مع الحيوان فبيلاقي مثلا ممكن يتفق هو وصاحبه، لو التاني عنده برضو كلب، بيتفقوا مع بعض ويخرجوا، فكده بيبقى فيه صحبة وفي حيوان أليف هما الاتنين، فبيبقى فيه كده حاجة حلوة، يعني بيبقوا كويسين، نفسيتهم تتحسن، نفسيتهم تبقى كويسة، ما بيبقاش فيه اكتئاب، ما بيبقاش فيه ملل، بيبقى فيه حاجة بيعملها كل يوم جديدة، ده غير اليوم النهاردة، غير بكرة، غير بعده. والدراسات أثبتت كده إن فعلا الناس بيبقوا سعداء، ويبقى كمان ذاكرتهم بتتحسن ونشاطهم بيزيد، وضغطهم كمان بينتظم لو في ضغط. والأجمل من كده إن الحيوان بيدي حب من غير شروط،
بيحبك من غير ما يطلب منك اي حاجة. مش بيهمه بقى شكله ولا سن، ولا راجل كبير في السن ولا ست كبيرة في السن، ماشية الواحدة على مهلها أو ماشية شوية شوية، أو الحيوان بيمشي على حسب ما انت ماشي. أنا عندي بيلا فترة ما كانت رجلي وجعاني كنت عاملة فيها العملية، كنت بنزل أنا وهي تمشي على حسب خطوتي. عارفة مشيت فاد ابني ازاي؟ بتمشي على حسب خطوته. نفس بنتي نفس الحكاية، فهي بتتعامل مع كل واحد على حسب طريقته وأسلوبه، لأنه فاهم كل الموجودين في البيت. فلما كانت رجلي وجعاني فكانت بتمشي على تبع خطوتي أنا. فالحيوان بيفهم جدا وذكي، وبيحس بصاحبه جدا جدا، وعارفه انه تعبان رغم ان تعبه بينزله كده، فبيحس بده جدا جدا وبيقدره. فكل اللي يهمه ان تكون انت موجود ومبسوط، مش مهمه بقى سنه ولا مهمه هو شكله ايه، لكن مهمه ان انت تكون موجود معاه ومبسوط، وهو كمان بيكون مبسوط معاك. فلو عندك أم أو أب كبير في السن، فكر تهدي له قطة أو كلب صغير، مش شرط نوع غالي ولا سلالة معينة أو حاجة زي كده، لا. أوقات الكائنات اللي بتاخدها من الشارع هي أكتر كائنات بتعرف تحب بصدق، لو إن هما بيحبوا كلهم بصدق بصراحة. ما فيش حد حيوان هنا بيحب أكتر من التاني، لأن هما قلبهم واحد، قلبهم مش متغير، كلهم بيعرفوش إلا هم يحبوا بس. سواء كان في الشارع، كلب من ملجأ، كلب من جمعية، اشتريته، اتبنيته، كلهم عندهم مشاعر واحدة لصاحبهم، بيحبوا بيحبوا بيحبوا، ما يعرفوش يعملوا غير كده. هما بيعرفوا يحبوا بس، بيحبوك من غير شرط، بيحبوك من غير انت ما تقدم لهم اي حاجة. انت بس بيجي عندك البيت خلاص بقي ده صاحبي، بيبقى كل مناه وكل هدفه ان انت تكون جنبه ومبسوط بس. لكن غير كده، وبيحاول بكل الطرق انك تكون مبسوط تكون كويس، هو كمان بيبقى مبسوط معاك. ده كل اللي يهمه الحيوان، لكن ما بيهموش لا شكلك ولا سنك ولا فلوسك ولا بيتك ولا أي حاجة من كل الحاجات دي كلها. كل الحاجات هي همه إن أنت تكون جنبه وتبقى مبسوط. إحنا عندنا القطط وبيلا كلبتي، في أي مكان إحنا موجودين فيه بلاقيهم هما الأربعة. أنا عندي 3 قطط وعندي بيلا، هما الأربعة موجودين. كنا في أوضة النوم معانا، في أوضة النوم، في الصالة معانا، في أي مكان، في المطبخ معاه. حتى وأنا بعمل الأكل، القطة بيلا قاعدة قدام المطبخ، ونالا وليل قاعدين فوق المطبخ جنبي وأنا بعمل الأكل، بجهز الأكل معايا، هما بيعملوا الأكل معايا. ففي كل مكان انت موجود فيه هو بيكون موجود معك فيه. ليه؟ لانه بيحبك، عايزك تكون معاه في كل مكان، عايزك يكون معك في كل مكان، في اي حتة في اي مكان. ولما بنخرج بره، واحد من القطط وهو ليل بيتقمص او بيزعل ان احنا سايبينه لوحده. اول ما كان لو احنا مثلا دخلنا اوضه وقفلنا او الحمام ودخل قفلنا الباب، يقعد ينادي علينا من بره ويقول لنا ماما ماما. فعلا بيقول كلمة ماما، هبقى اسمعها لكم مرة. فهم فعلا جمال جدا جدا جدا، بيحبوا بيحبوا بيحبوا، ما بيعرفوش غير كده، ما بيحبوا بكل قلبهم، ما بيتغيروش. فهو فعلا بيكون رفيق وصديق، فملهمش اي هدف غير ان انت تكون موجود في حياتهم ومبسوط. ولو انت مش موجود، بالنسبة لهم الدنيا، بالنسبة لهم بيبقى مزعلانين جدا ان انت مش موجود. لو نزلت رحت مشوار وجيت بيبقوا متضايقين جدا 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 جدا، هم عايزين ان انت تبقى معاهم. وما تنسوش لايك وشير سبسكرايب، وتابعونا دايما في همس الحيوان علشان صوتهم يوصل لأي شخص يهمه
الحيوانات الأليفة ويهمه الرفق بالحيوان، لأن كل هدف القناة الرفق بالحيوان، إن احنا نعامله بمحبة، نعامله بلطف، نعامله برحمة، لأن ده كائن عنده مشاعر، عنده أحاسيس، عنده بيحس، بيضايق، بيفرح. فكل هدف القناة وهدفي إن احنا نوصل الصوت لأي شخص بيتعنف على الحيوانات، ما بيعرفش يتعامل معهم كويس، ما بيحبهمش. في ناس ما بتحبش الحيوانات، احترم قرارهم بس ما يأذهمش، ما تحبش بس ما تأذيش. انت حر تحب او تكره، انت حر، لكن ما تأذيش اللي ما بتحبوش، ما تأذيش كائن ما يعرفش يقولك انت وجعتني او انت ألمتني او انت بتأذيني ليه. ده كل هدف القناة، ان هم يبقوا ان ليهم حق في الحياة. طالما ربنا خلقهم عشان يعيشوا، يبقى احنا ما نديهم الفرصة ان يعيشوا، مش نقتلهم او نتعنف عليهم او نضربهم. لا، لا، دول ليهم روح وليهم حق، وبيحسوا، بيتألموا، ولازم نحترمهم. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل حب وكل سلام وكل خير، وباي باي.